ازاي يا جماعة يبقى عندنا بحر ونروح نقعد في كافيهات واماكن وحاجات من دي؟ يا جماعة مفيش احلى من التمشية على البحر. يعني ازاي تخرج في اسكندرية وما تدفعش ولا فلوس؟ تروح فين؟ تقعد على البحر. بس جمال البحر جمال البحر والله. تروح تقعد على البحر كده وتظبط وتشيل الاكتئاب بقى وكل حاجة. لا لا، تمشي على البحر. بصوا هنا بقى يا جماعة، برضك كنت عايزة اوريكم مكان برضك بيعمل عروض حلوة من رغيف شاورما. كان عامل الفتتين دولت ب125 جنيه. انا اخدتهم طبعا. كان عامل الضريبة ان هو يقعد في مكان 14%. قلت والله هو في محطة اللي قلت هو ماله البحر، بنروح نقعد على البحر، حد يشوف الشروق والغروب والحلاوة دي ويقعد في مكان جوه؟ لا. بص بقى، الفتة صراحة كانت مليانة جدا. شرايح الشاورما نفسها كبيرة والله، كانت حلوة معاها كمان علبتين تومية صغيرة. بصراحة تحفة تحفة جدا وتكفي يعني. لو حد اكيل قوي هيبقى مثلا عايز عرض ده لوحده، لكن لو حد اكيل عادي، اكيل عادي اللي هو مش هقولك بقى لا اكلته صغيره، لا اكلته حلوه، هيشبعه كده مع مع واحده حاجه ساعه كده على المنظر الغروب الحلو ده. تروح فين تاني اماكن رخيصه؟ تروح فين تاني؟ اقول لك انا، تخش بردك اللي هتركب مشروع تنزل عند القلعه. الله على القلعه وجمال القلعه دلوقتي، تحفه يا جماعه، تحفه والله العظيم. انا من انصار ان انا ما اقعدش في كافيه صراحه. ليه؟ انا بزهق يعني. أنا ممكن اقعد حبه في مكان نص ساعه كده وازهق. طب انا هدفع لي الشيء الفلاني في نص ساعه ليه يا جماعه؟ ما انا ممكن امشي على البحر، ممكن اعمل حاجه، فاهمين؟ بردك من الاماكن بردك الرخيصه المنتظمه، النفر ب50 جنيه. النفر ب50 جنيه مش حكايه والله، مش حكايه. ليه بقى؟ لان انت مش هتقعد في مكان حته صغيره وتقعد ولا بس لا، انت هتمشي في الجناين. كل الجناين المنتزه دي اصلا رجلك هتوجعك اصلا من كتر ما انت ماشيه اصلا فيها. فتاخدي بقى اكلك اللي انت عايزاه من البيت بقى، من اللي انت عايزاه، وتروحي تقعدي معززه مكرمه في اي، هاتي الملايه بتاعتك وتقعدي فيها. تحفه يا جماعه بجد، تحفه. بحب المنتزه جدا طبعا، بس مش كل شويه اروحها يعني. لا بس انا بحب المنتزه جدا. تمشي بقى شويه، تروح تمشي على البحر شويه. في طبعا هناك كوبري بتطلعي عليه بتشوفي البحر، والجنينة كلها تحفة وجميلة ونظيفة وبصراحة أنا بحب المناظر الطبيعية. بحب اللي أشوف كده السماء والنخل والزرع والشجر والحاجات بقى. أنا نفسيتي بترتاح لما بشوف الحاجات دي. ف بصراحة تحفة. يعني أنا عجبني جدا يا جماعة. أنا بقول لكم أماكن حلوة جدا والله ورخيصة تروحها في اسكندرية وبأقل الأسعار. مش هقول لكم بقى تروح عند مثلا مش عارفة ايه، لا مفيش الكلام ده. بص بقى، المكرونة البشاميل بتاعتي هي بعيدة عن عن الاسكندرية والكلام ده. بس يا جماعه حلوه ازاي. انا عايزه اقول لكم بس يعني مش هخبي عليكم. انا حاطه حبه الاكل دولت ليه؟ عشان الفيديو يكمل. عشان انا المفروض اعمل 3 دقايق، والفيديو اللي انا عاملاه بتاع اسكندريه اصلا ما كملش دقيقه ونص. فيعني اعذروني معلش. انا بعدين انا بوريكم اكل حلو يعني، بوريكم اكل حلو تتشجعوا كده تقوموا تعملوا اكل. بس دي بقى، لو عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتركوا في القناه، واشوفكم في فيديو بعدين. عايزاكم تكتبوا لي كومنتات حلوه يعني، يعني كده يعني. بس كده، باي باي.